خلينا نبقى صريحين مع بعض كده. لو حضرتك بتحوش دلوقتي 100,000 جنيه في السنة اللي هم تقريبا يساووا 12 جرام دهب، بعد سنتين هتبقى بتحوش 200,000 جنيه في السنة وبرضه هتجيب 12 جرام دهب. حضرتك من وجهة نظرك شايف ان حضرتك ضاعفت الرقم، بس الحقيقة ان حضرتك ما ضاعفتش القوة الشرائية بتاعت الرقم بتاعك. او في حاجة تانية اسمها الانفليشن، والانفليشن ده مش سحر. الانفليشن بيشتغل في الخفا، بيهد كده على الهادي، محدش بيحس بيه لحد ما تصحى تلاقي نفسك واقف في نفس المكان هو. في مبدأ اسمه purchasing power أو القوة الشرائية، القيمة الحقيقية في اللي حضرتك تقدر تشتريه بالرقم اللي موجود في حسابك. فهتلاقي دايما ان الرقم بيكبر بس القيمة بتقل أو القوة الشرائية بتقل. ده غير ان في حاجة تانية اسمها التايم فاليو اوف ماني، بيقول لك ان اي فلوس واقفة في مكانها بتخسر كل يوم، مش بتخسر كل سنة، بجد والله بتخسر كل يوم. طيب والحل؟ حضرتك مش لازم تبقى خبير، مش لازم يبقى عندك ملايين، بس لازم تفهم حاجة واحدة بس. مهمتك الأولى مش في إنك تكسب، مهمتك الأولى في إنك تعرف تحافظ على فلوسك إن هي ما تخسرش. كل ما تحوش شوية فلوس، حول جزء من الفلوس بتاعتك لأصل حقيقي بيحافظ على القيمة. والغرض الأساسي من اللقطة دي مش عشان فلوس حضرتك تتضاعف قدام، أنا بقول لك ده عشان فلوسك ما تتاكلش النهارده. وده بالظبط اللي راي داليو قال ان حمايه الفلوس اهم بكتير جدا من مضاعفتها في بدايه الاستثمار، لان اللي بيخسر بدري بيحتاج تقريبا ضعف الوقت عشان يرجع لمكانه اللي هو ابتدى بيه. الخلاصه لو كل اللي انت بتعمله ان انت بتحوش كاش وما بتشغلوش، حضرتك كده كانك بتجري بالظبط على تريد ميل. لو بدات تحول جزء من الفلوس اللي حضرتك بتحوشها دي لاصول، هتبقى كده ساعدت في ان انت توقف النزيف اللي موجود عندك وبس كده.